دبانة تسببت في إخصاء أكتر من 1000 شخص. التاريخ الإنساني مش إنساني زي ما أنت متخيل، ده مليان صفحات سودة منيلة ب60 نيلة. أسود صفحة في التاريخ هي صفحة العبودية، وطبعا كل اللي حصل في العبيد ده كوم، وحوار إن هم كانوا بيخصوهم كوم تاني خالص. فأنت لو مش فاهم يعني إيه إخصاء أو اللي بيحصل في الإنسان اللي بيتم إخصاؤه، أنا فاهمك. الإخصاء هو إنك تجيب ذكر ولازم يكون في سن البلوغ وتقوم قاطع الأعضاء التناسلية بتاعته وتخليه يعيش من غيرهم طول حياته. بس ايه، لازم يكون عبد عشان ما حدش يسألك انت بتعمل فيه ايه، ما هو بتاعك بقى. حاجة صعبة صح؟ يا ترى مين أول جاحد فكر فيها؟ يقال إن الإخصاء موجود من زمان جدا في الحضارات القديمة زي الحضارات البابلية، وبيقولوا برضو ان المصريين القدماء هم اول ناس عملوا عملية الاخصاء دي للعبيد بتوعهم، وخصوصا اللي كانوا شغالين في الحمامات الحريمية. وده ما كانش بيحصل لغرض تعذيبهم، ده كان ليه سبب مهم. الملوك ساعتها كانوا بيخافوا على ستاتهم من العبيد، خصوصا ان الوقت ده كان القصر بيبقى مليان فيه بلاوي وفضايح. ليه؟ لان الستات كانوا بيميلوا ان هم يقيموا علاقة جنسية مع العبيد والغلمان. فانا ازاي كملك محترم اقعد على القهوه وسط اصحاب الملوك والامراء واسمعهم بيلسنوا على مراتي اللي مقرطصاني وماشيه مع العبد بتاعي؟ طب انا هروح اتخانق مع مراتي؟ هو انا ناقص وجع دماغ؟ انا الم كل العبيد الموجودين في القصر واغصيهم كلهم. وده ما كانش السبب الوحيد، كانت فيها اسباب اتفه من كده بكتير. في روما كانوا بيجيبوا المطربين اللي صوتهم بدأ يتغير ويخشن ويعرضوهم لنفس العملية. كانوا يجيبوا المطرب يقولوا له انت هتقرفنا بهرموناتك ليه، ويقطعوا له الأعضاء الذكورية فيعيش طول حياته بصوت أقرب من الصوت الحريمي عن الصوت الرجالي. وطبعا المطربين زمان ما كانش ليهم مكانة زي المطربين دلوقتي، كانوا طبعا عبيد. نيجي بقى لمصر وتحديدا في وقت ولاية محمد علي. مصر كانت ساعتها بتنتج أكبر عدد من العبيد اللي تم إخصائهم في الشرق الأوسط كله. ومش بس كده، دي كانت كمان بتصدرها للبلاد اللي جنبها. من المضحكات المبكيات، واحد من خلفاء الدولة الأموية بعت رسالة لوالي بلد من البلاد أمروا فيها بإحصاء المخنثين اللي عنده في البلد. زي ما تقول كده ألوان قوس قزح كانت بدأت تنتشر عندهم في الوقت ده، فالخليفة كان عايز يعرف عددهم وعشان يلمهم وينفيهم بره البلاد. لكن من سوء الحظ جت دبانة بنت حلال سابت الخطاب كله ووقفت عند كلمة إحصاء وحرف الحاء وعملت ايه؟ حسبت بقعة قد كده، فكلمة إحصاء بقت إخصاء، وده أمر الخليفة ما فيهوش مناقشة طبعا. بس يا سيدي راحوا لموا كل المخنثين اللي في البلد وخصوهم كلهم. طبعا بشكل نظري انت شايف ان عملية الإخصاء دي هي عملية صعبة، لكن لما تعرف هي بتتعمل ازاي قلبك هيوجعك حرفيا. كانوا بيجمعوا العبيد اللي المفروض تحصل لهم عملية الإخصاء دي، وغالبا كانوا بيبقوا في سن المراهقة 11-12 سنة بالكتير. كانوا بيقطعوا الأعضاء التناسلية بتاعتهم وبعد كده بيصبوا الزيت المغلي مكان الجرح ويركبوا أنبوبة في الجزء الباقي من مجرى البول علشان عملية التبول فيما بعد، وبعد كده يدهنوا مكان الجرح كله بالحنة ويدفنوا الطفل في التراب لمدة 24 ساعة ما يبانش غير راسه. وبعد ما يطلع من التراب بيدهنوا مكان الجرح بعجينة من الزيت والطين. وطبعا كل اللي انا بحكيه ده بيكون من غير تخدير، يعني الطفل بيكون حاسس بكل حاجة وكل قلب. ذنبه ايه؟ ذنبه ايه الطفل انه يحس بكل ده؟ هو كل اللي كان عايزه انه يلعب يفرح ويعيش، لكن هم مش فارق معاهم ومش فارقين معاه لانهم كانوا عبيد. حقيقي محدش ظلم الانسان اكتر من الانسان نفسه.
الحكاية ما بتنتهيش لطفل جواي كان نفسه في يوم يعيش، والحكاية ما بتنتهيش. دلوقتي بس عرفت إن مكتوب على جبيني إن اللي فات ما بيتنسيش، والماضي لسه قادر يعيش. كانت حكاية وعشت فيها عمري وأيامي، بس الزمان مرضيش. يمكن تموت يمكن تعيش.